وحلقة النهاردة عن أصل أغنية رمضان جانا. تعتبر أغنية رمضان جانا هي الإعلان الرسمي لقدوم شهر رمضان في مصر، وده من الأربعينيات. أغنية رمضان جانا اللي غناها أبو نور، اللي هو محمد عبد المطلب، اللي كان بيحب الناس دايما تناديله بأبو نور، دي مش أغنيته أصلا، دي أغنية المطرب أحمد عبد القادر اللي غنى أغنية وحوي يا وحوي، لكن هو اداها لصاحبه وحبيبه محمد عبد المطلب. تعالوا بقى مع بعض نعرف اداها له ليه وعشان ايه. سنة 1943 كان في حرب عالمية تانية، وبسبب الحرب توقف النشاط الفني في مصر كلها، ولكن كعادة الإذاعة المصرية كانت دايما بتدعم الفن والفنانين في أصعب الظروف، وإدت 15 دقيقة يوميا لكل مطرب يغني الأغنية اللي بيحبها، بشرط بعد موافقة لجنة الاستماع في الإذاعة. ولأن كل مطرب كان ليه أغنية واحدة بس، فأحمد عبد القادر ادى أغنيته التانية اللي هي رمضان جانا لصديقه وحبيبه محمد عبد المطلب. أغنية رمضان جانا دي حققت نجاح كبير قوي، لدرجة إن عبد المطلب نفسه قال إنه هو ما كانش متصور إن الأغنية هتنجح كده، وإن الأغنية بقت عند المصريين أسبق من ظهور هلال شهر رمضان، وإنه لو كان تقاضى جنيه واحد عن كل مرة بتتذاع فيها الأغنية كان زمانه بقى مليونير. أغنية رمضان جانا دي من إنتاج الإذاعة المصرية، اتكلفت 20 جنيه أجرة الموسيقيين والمؤلف والملحن، أما عبد المطلب فخد لوحده 6 جنيه. بالمناسبة الأغنية من كلمات حسين طنطاوي وألحان محمود الشريف.